دكتور زاهي، يعني الكل عارف إنه المتحف المصري الكبير ليس مجرد مخزن للآثار، لكنه هو سرد للحضارة المصرية القديمة. ممكن حضرتك تقول لي يعني طبيعة السرد في المتحف المصري وكيف وضعت الآثار بحيث إنها تعرض بشكل فيه سرد موضوعي يخدم الحضارة المصرية؟ الأول لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، إن بتفتح متاحف في العالم في كل مكان. صحيح. ولسه من حوالي 4 5 شهور مم. افتتح متحف في تورينو. مهم. والمتحف ده من أكبر المتاحف بعد المتحف المصري اللي بيحتوي على آثار مصرية. مهم. لكن لم يحدث إن في متحف أخذ دعاية زي المتحف المصري الكبير في الهرم ده. مهم. ليه؟ السبب المباشر إن هذا المتحف واخد الدعاية الضخمة دي في كل مكان في الدنيا، لان انا يعني في السنتين اللي فاتوا يمكن سافرت في اكتر من 10 12 بلد. السؤال اللي بيساله العامه والخاصه في كل مكان: امتى هيفتتح المتحف المصري الكبير؟ مهم. واحنا كنا بقالنا سنه فاتحين اجزاء كبيره جدا منه، يعني 90% من المتحف كان مفتوح ما عدا حاجه واحده. مهم. والحاجه دي هي اللي عامله الدعايه الضخمه للهرم، وهو توت عنخ امون. مهم. لان توت عنخ امون ده اشهر ملك مصر في الدنيا، فكل الناس في كل مكان نفسهم يشوفوا توت عنخ امون. على هذا الاساس مهم. ان المتحف ده جاي له شخصيات من كل دول العالم، مهم. حوالي اكتر من 60 شخصيه عالميه. مهم. المتحف ده هيتنقل كل مكان في العالم، حوالي 500 محطه بتنقل هذا الحدث. مم. كل بيت في الدنيا هيقعد بالليل او الصبح، بالليل عندنا والصبح عندهم، مم. عشان يشاهد هذا الحدث العظيم. صحيح. نتيجه ان انت عندك معروض ملك شهير مقبرته كشفت لاول مره كامله في 4 نوفمبر 1922.